شغال على باب الله؟ لا انت موظف ولا عندك معاش ومحتاج قرض توسع بيه شغلك او تفتح بيه مشروع كبير؟ يبقى اسمع الفيديو ده. النهارده هقولك على اعلى 10 قروض لاصحاب المهن الحرة قيمتهم بتوصل لحد 4 مليون جنيه. ايه تفاصيل القروض دي ومين البنوك اللي بتقدمها وايه شروطها؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. لو انت صاحب مشروع او من الناس اللي شغالين في المهن الحرة وبتدور على قرض شخصي توسع بيه شغلك او مشروعك ومش عارف تعمل ايه، ما تدورش كتير. دلوقتي في مجموعة كبيرة من البنوك في مصر بتقدم قروض مختلفة بمميزات ما تتفوتش. وخلينا الاول نبدأ بالبنك الاهلي اللي عنده عروض ممتازة من القروض الشخصية لاصحاب الاعمال والمهن الحرة من غير ما تحتاج ضامن، وكمان الموافقة سريعة جدا وتأمين مجاني على الحياة والعجز الكلي، والقرض ممكن يوصل لحد 1.5 مليون جنيه. من مميزات القرض انه اجراءاته سريعة ومبسطة، ده غير انه بدون ضامن، وبيقدم تأمين مجاني على الحياة والعجز الكلي، وكمان فترات السداد مرنة على حسب ظروفك. اما الشروط لازم يكون عندك خبرة سنة او سنتين في نشاطك لو كنت عميل البنك، او 3 سنين لو مش عميل، والعمر ما يقلش عن 21 سنة وما يزيدش عن 65 سنة عند انتهاء مدة القرض. اما المستندات المطلوبة بسيطة: بطاقة الرقم القومي، ايصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط، وعقد ملكية او ايجار، والبطاقة الضريبية، ومستخرج من السجل التجاري او رخصة مزاولة المهنة، ومعاهم كشف حساب بنكي وعقد تأسيس الشركة لو انت صاحب اعمال. وبالنسبة للاطباء، البنك الاهلي كمان بيقدم قرض لحد 2 مليون جنيه بمدة سداد ممكن توصل ل7 سنين، وتأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا وبدون ضامن. الحد الادنى للقرض للاطباء العاملين في المستشفيات بيبدأ من 42 ألف جنيه. اما الاطباء المالكين للعيادات فمبالغ اعلى حسب مدة النشاط والدخل. نيجي لبنك مصر. البنك ده عنده تمويل كبير جدا لاصحاب المهن الحرة بيوصل لحد 7 مليون جنيه، ومدة السداد لحد 6 سنين، والفايدة بتتحدد حسب الحالة المالية لكل عميل، والمستندات المطلوبة: كشف حساب آخر 6 شهور، والبطاقة الضريبية، وصورة من تصريح مزاولة المهنة. أما بنك القاهرة بقى بيقدم قرض شخصي لأصحاب المهن الحرة بحد أقصى 4 مليون جنيه، ومدة السداد من 6 شهور ل 60 شهر، والفايدة 32.5% متناقصة سنويا، وشروطه إن العمر ما يقلش عن 23 سنة وما يزيدش عن 65 سنة عند نهاية القرض. أما بنك HSBC فبيدي قرض شخصي لأصحاب المهن الحرة لحد مليون جنيه على فترة سداد من 6 شهور لحد 6 سنين، والفايدة بتتحدد حسب التمويل، ويشترط إن مدة العمل ما تقلش عن 3 سنين، والحد الأدنى للعمر 30 سنة، والحد الأقصى 65 سنة، ولازم يكون عندك بطاقة ضريبية. بنك البركة كمان عنده تمويل شخصي لأصحاب المهن الحرة والتجارية لحد 5 مليون جنيه، وفترة السداد من 6 شهور لحد 7 سنين، وسعر العائد 27% متناقصة سنويا، و2.5% مصاريف إدارية واحدة بس. أما بنك تعمير والإسكان عنده برنامج مخصص لأصحاب المهن الحرة زي الأطباء والمهندسين والمحاسبين. تمويل بيوصل لحد 1.5 مليون جنيه للقطاع العام، و500 ألف للقطاع الخاص تحت شريحة ب، وفترة السداد للقطاع العام لحد 12 سنة، وللشريحة ألف للقطاع الخاص ممكن توصل لحد 10 سنين، والفايدة تتراوح من 24.5% لعاملين القطاع العام ل 26% و28% للقطاع الخاص حسب الشريحة. وعندك كمان بنك سايب، وده بيقدم قرض شخصي لأصحاب المهن الحرة ما عدا الأطباء والصيادلة بتمويل لحد 3 مليون جنيه، وفترة السداد من 12 شهر ل 72 شهر، والمصاريف الإدارية 2.25% من التمويل، بس لازم يكون عمرك ما بين 25 و 65 سنة، والدخل الشهري ما يقلش عن 20 ألف جنيه، والحد الأدنى للعمل سنتين. وبالنسبة للأطباء التمويل بيبدأ من 500 ألف لحد 3 مليون جنيه حسب مدة الخبرة والموقع. أما بنك QNB كمان عنده قرض شخصي لأصحاب المهن الحرة لحد 2 مليون جنيه، وفترة السداد لحد 7 سنين، والفايدة حسب الدخل والمجال، والمتطلبات زي تصريح مزاولة المهنة، البطاقة الضريبية، وكشف حساب بنكي. لا ولسه البنك التجاري الدولي بيقدم لك قرض شخصي لو انت من أصحاب الأعمال الخاصة أو المهن الحرة، والمبلغ اللي ممكن تاخده بيبدأ من 10,000 جنيه وبيوصل لحد 9 مليون جنيه كحد أقصى، وبيتم تحديد التمويل المناسب على حسب القدرة المالية عندك، ومدة سداد القرض ممكن توصل لحد 8 سنين كحد أقصى، والفايدة بتتراوح بين 26% و 36%، وشروطه إن الدخل الشهري لأصحاب الأعمال الخاصة ما يقلش عن 20,000 جنيه. وأخيرا المصرف المتحد اللي عنده قرض شخصي لأصحاب المهن الحرة بتمويل لحد 3 مليون جنيه وفترة سداد 7 سنين، والمستندات المطلوبة: تصريح مزاولة المهنة، وبطاقة ضريبية، وكشف حساب بنكي. ودلوقتي قول لنا إيه أحسن قرض ممكن تقدم عليه؟